تجربة شخصية مع نظام العدالة التونسي ومعاناة اللاجئين. مرحبا، اسمي حسن عبد الله، واليوم أشارك قصتي حيث واجهت احتمال حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب المهاجرين في تونس. لحسن الحظ تم الإفراج عني بعد 6 أشهر. كنت محظوظا. أولا، لا أريد أن أحبط أي شخص من زيارة تونس، فالشعب التونسي من ألطف الشعوب في العالم، والطعام رائع، والبلد يتمتع بتاريخ غني من أقدم مسجد في شمال إفريقيا إلى مدرج روماني، وحتى أنه كان موقع تصوير تاتوين في حرب النجوم. عندما زرت في عام 2023 اعتقدت أنني اكتشفت أحد أفضل الأسرار المحفوظة في العالم، وكمسافر رقمي يمكنني العمل من أي مكان. شعرت بأن تونس هي المكان المثالي. لذا تونس مكان رائع، ولكن حتى تجد نفسك في مشكلة، وهو أمر أسهل مما تظن. تبدأ قصتي في ديسمبر 2023 عندما ذكرت صديقة لصديق زائر من أستراليا أن هناك مخيما مؤقتا للاجئين في منطقة لاكوان التجارية في تونس العاصمة، وكان يضم بضع مئات من الأفارقة جنوب الصحراء. عند وصولنا وجدت بالفعل العديد من اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى لاجئين من دول أخرى تعاني من المجاعة مثل إثيوبيا. كان الكثير منهم غير مستعدين لبرد الشتاء، وكان من المؤلم رؤية عائلات بأكملها بما في ذلك أطفال يعانون بهذا الشكل. لذا قررت جمع بعض الأموال مني ومن أصدقائي وعائلتي لتقديم مساعدات شتوية. تمكنت من توفير أحذية وملابس، والأهم من ذلك بطانيات كانت مطلوبة بشكل عاجل. بعد هذه المهمة الجانبية غادرت تونس بانطباع إيجابي ورغبة في استكشاف المزيد من البلاد. عندما زرت المخيم مرة أخرى قابلت أندرسون لاجئا شاب من سيراليون يتحدث الإنجليزية بطلاقة. عندما وصلت طلبت منه عد الأشخاص، وشرحت أن خطتي كانت مساعدة كل شخص بحوالي 20 دولارا من المساعدات الغذائية. بينما كان أندرسون يوزع تذاكر الورق ويحسب العدد، كنت أنتظر في السيارة. اقترب مني رجل تونسي مريب ذو عيون جاحظة، بدا وكأنه رأى النقود في سيارتي، وكان هناك حوالي 500 دولار. أمسك الشرطي بالنقود وحاسوبي ومحفظتي، واقتادوني إلى مركز الشرطة المحلي للاستجواب. عندما نقلوني إلى المحطة المركزية سمح لي بإجراء مكالمة هاتفية إلى أحد أصدقائي التونسيين الذي يمكنه الترجمة، لأن ضابط الاستجواب الرئيسي في المحطة المركزية لم يكن يتحدث الإنجليزية بطلاقة. ومن المثير للاهتمام كان هناك أيضا رجلان في غرفة الانتظار معي، وهما تونسيان وأسسا منظمة مساعدة للاجئين، وتم اعتقالهما أيضا بتهمة تهريب المهاجرين. كل صباح يتم إجبارك على الخروج إلى ساحة كئيبة تنتظر لترى إذا ما سيتم استدعاء اسمك للتحدث إلى القاضي. تروي القصة تجربة حسن عبد الله في تونس، حيث عانى من حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب المهاجرين بعدما رغب في تقديم مساعدات للاجئين، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها اللاجئون وصراعات حياة الإنسان في ظل الأنظمة القضائية.